أول حاجة يعني إيه ثلاثي الأبعاد أو 3D؟ ثلاثي الأبعاد يعني أنا عندي 3 واجهات هنا، تمام. ال3 واجهات دول فيهم بلان مسقط أفقي، بس في الغالب هنا ما يبقاش اسمه مسقط أفقي، هنا يبقى اسمه لاي أوت. لاي أوت يعني إيه؟ شايف الموضوع من فوق خالص مش قاطع فيه. دي واضحة والّا إيه؟ فرونت مثلًا وليفت. طب يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا جيت هنا وجبت حاجة ورا، ده هنا لاي أوت، تمام، أو بلان، أو أنا شايف الشكل بتاعي من التوب، تمام. أعرف منين إن هو كاتب توب؟ حقك عليا، أنا آسف ده موبايلك. أنا باصص هنا شايف من التوب، تمام. هنا هابُص على الفرونت يعني شايفه من الجنب، وهنا من الليفت من الجنب الشمال. هو اللي مختاره. حلو. رايت. تمام. أنت اللي بتحدد من المنظور اللي أنت عايز تشوفه. ال3 دول بالنسبة لي رسومات 2D. هو المجسم 3D، بس هو هنا جايبهم لي 2D، تمام. المجسم بقى نفسه ال3D بتاعه فين؟ هو ده، اللي هو لو أنا عملت كده، لو أنا عملت كده هالاقيه 3D. واضحة سِنّة؟ فده معنى كلمة 3D، إن أنا بيبقى عندي أنا بارسم في ال2D براحتي، لكن الإجمالي بتاعي يطلع لي 3D. هو يا ابني مش ده الستاندرد؟ لا حول الله ألعبها. أنا عايزه، أنا آسف. لو أنا رسمت هنا في الtop، تمام. هو أنا لو رسمت هنا بس أنا شايف إن هو 2D، لكن هو ليه side view، تمام، وside view، وعندي هنا ال3D بتاعه. في مشكلة؟ لمّا بارسم على الCAD بارسم 2D بس، صح كده؟ لكن هنا بقى في ال3D Max لأ، ال3D Max أنا بارسم 3D مرّة واحدة. ده قمة الفرق بين الاتنين. أيوه، بس ال3D بقى باستنتج منه ال2D. واضحة؟ حاجة تاني لازم أبقى عارفها إن الشكل دايمًا ليه حاجة اسمها جسمه. إيه الجسم ده؟ مكان أو مركز ثقل. ده مركز الثقل بتاعه عبارة عن، مبدئيًا البرنامج بيحدده. خُد المعلومة كده وشوية وهاعدلها لك تاني، تمام. بس مبدئيًا إن في حاجة اسمها جسم، الجسم ده مركز الثقل بتاعي. هدفه إيه؟ لو أنا جيت هنا في الtop هالاقي هنا محور X اللي هو الأحمر، ومحور Y اللي هو الأخضر، ولو أنا جيت هنا هالاقي محور Z اللي هو لونه أزرق، تمام كده. تعالَ هنا وأنا عايز أحرّكه في اتجاه الX، بامسك المحور الX ده وأمشّيه يمين، مش هيمشي غير في محور الX بس. خلّي بالك إنه بيتحرك في أو في ال3D، يعني في كل الأماكن هو بيتحرك، تمام. لو أنا مسكت الY بيتحرك كده، تخيل إن هو بيتحرك إزاي في ال3D هنا، تمام. طيب أنا لو مسكته من هنا
من المربع ده هيتحرك بس في نفس الاتجاه، يعني ما بيطلعش فوق ولا بينزل تحت. تمام. بيمشي في الاكس والواي بس، لا ماشي اكس وواي بس، ما بيطلعش فوق وينزل تحت. لو انا جيت هنا وطلعت فوق كده يتحرك لفوق وتحت. تمام. فلازم كل شكل ابقى عارف ان ليه حاجه اسمها جسمه. جسمه ده اللي هو مركز الثقل بتاعه اللي بتحرك منه. لو انا جيت بقى هنا في ال 3 دي هكبرها سنه. تمام. ومسكت من المربع ده هحركه في ال 3 دي في الثلاث اتجاهات في الثلاث ابعاد. متخيل هو بيتحرك فين؟ الجسم هي دي النقطه بتاعته، لكن هنا ده المحور بتاع الاكس، هنا المحور بتاع الواي، هنا المحور بتاع الزد، هنا ال- المركز الثقل نفسه اللي يحركه في الثلاث اتجاهات مع بعض. تمام. ده معناه بقى انت لما تكون فاضي ورايق وراسي كده زي المهندسين بتوع التصميم الفاضيين، يبقى عندك مثلا مطبخ وعايز تحط عليه شويه حاجات. تمام. تقعد تمسكهم من هنا، تقعد ترصهم جنب بعض كده. لا ان شاء الله لما ايه ما. تمام. اهم حاجه حضرتك بتسجل، واهم حاجه حضرتك شغال. طيب اللي بعده تجهيز البرنامج. اجهز البرنامج ازاي عشان ابدا اشتغل عليه؟ وقلنا اول حاجه هنا ببدا الاول حاجه احدد اليونت. الكاد انا قلت لك خلي اليونتس اخر حاجه تشتغل عليها. تمام. هنا اول حاجه بحددها اليونتس اللي هي ايه. طبعا طول ما انت شغال على ال 3 دي ماكس عايز تبدا من جديد، بنعمل حاجه اسمها ريست. ونقول له دونت سيف، احنا ما عملناش حاجه مهمه، اعمل لي ريست يعني افتح لي البرنامج يعتبر من اول وجديد بدل ما تقفله وتفتح من جديد. تمام. بنروح لحاجه اسمها كاستمايز، بعد كده يونت سيت. هتبدا تطبق معايا من دلوقتي عشان ما تنساش. احنا كده بنعمل ايه الاول؟ بنجهز البرنامج بس ايوه. يعني ايه؟ انا هحدد الوحدات اللي ابدا اشتغل عليها. كستمايز بعد كده يونت سيت اب. تمام. هنا هو هنا شغال بالمتر وانترناشونال، فانا تمام. انت عايز تشتغل بالمتر بالملي بالسنتي زي ما انت عايز، بس من اول هنا عشان كل البرنامج هيشتغل على اللي انت عايزه. احنا قلنا نشتغل على الاول 3 اشهر احسن. 3 اصفار ده الدقه بتاعه الاوتوكاد. اركنها لي. انا دلوقتي في الماكس، ما تلخبطش بين ده وده. هنا انا بختار الوحده بالمتر. عندك مشكله؟ عايز تخليها بالسنتي، موجود عند حضرتك هنا بالسنتي، عند حضرتك هنا بالملي. تمام كده. اختار اللي يريحك واوكي. ايه التمن ولا لا ده حاجات تبع الانش واحنا مش بنشتغل بيها. يعني حتى هي مقفوله، لو انا عايز ادوس عليها هيشتغل بقى بالفيت والانش والكلام ده مش بتاعنا خالص. احنا شغالين بالمتر. لو خدت بالك في هنا اكس وفيها متر، واي وفيها متر، زد وفيها متر. عندك مفيش حاجه ما تنساش. تمام. بحدد الوحده اللي انا عايز اشتغل بيها. بعد كده نبدا حاجه اسمها ضبط اعدادات الملف العامه. دي حاولنا نشرحها المره اللي فاتت ما كانش فيه صوت. واحد ربنا. يعني ايه؟ اول حاجه حضرتك هتدوس على كاستمايز وبريفرنسز. تمام. وقلنا اول حاجه هنشوفها مع بعض اللي هي سين اندو في جنرال. افتح شايف معاك بعد كده. لا مع بعض خطوه خطوه. سين اندو اهي.
أول حاجة قدامك اللي الماوس عليها فوق، حضرتك عندك 20، إحنا بنحاول نخليها 500. دي دي إيه بقى؟ حضرتك عندك حاجة اسمها كنترول زد، تمام؟ أنا كنترول زد ساعات الأوتوديسك كلهم بيبقى عندهم تخلف عقلي، يفتكر إن الزوم خطوة. اه يعني عملت زوم إن أو زوم أوت، عم حسبها لك خطوتين. حلو كده؟ فأنت بقى في حاجة اتمسحت منك من 3 4 خطوات 10 خطوات ورا. تعمل كنترول زد كنترول زد كنترول زد ما يجيش. طب أنا عايز أجيبها، فبكبر السين اندو ده اللي هو كنترول زد كنترول زد بقى معاك لغايه 500 خطوه. عشان بقى في اصل انت غيرت رقم صغير ملوش اي 30 لازمه، مش عارف زوم بتاع اتلغى، فانت كده اتحسبت عليك. تمام، تيجي بقى تيجي تراجع ما تلاقيش اللي انت عملته، مثلا مسحت حاجه مهمه ولا بتاع بالغلط، مش هتعرف تجيبها. انا بكبر السين اندو شويتين ثلاثه كمان. تمام. بعد كده عندنا بقى اللي هو السبينرز، اللي هي البرسبشن، اللي هي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من ثواني. الدقة، الله ينور عليك. هنا البرسبشن بتاعتي 3، اللي هي ايه؟ الله ينور عليك، اللي هو 2 بتوع السنتي، واحدة بالملي. لو انا عايز ازود كمان عن الملي، ازود عن الملي زي ما انت عايز، اللي هي نص ملي، يبقى 4 اصفار. المعتاد عندنا 3 اصفار. تمام. هنا بقى الاوتو اندو، سوري، الاوتو باك اب. ثانية واحدة، حقك عليا، مش هنا. هنلاقي في حاجة اسمها فايلز، اللي هي اللي بعديها. وعندي هنا حاجة اسمها اوتو باك اب. اوتو باك اب يعني ايه؟ بيعمل لي حاجة اسمها نسخة احتياطية. تمام. تفرق معاك في ايه؟ مش هتفرق معاك كتير طول ما انت شغال ايه والدنيا تمام وماشي. حلو كده. انما انت وانت عمال تعمل سيف، عمال تعمل سيف، والله ينور عليك. طبعا لو ما عملتش سيف والكهرباء قطعت عليك، الاوتو باك اب هتجيب لك اقرب حاجة انت كنت شغال عليها. اقرب حاجة دي بقى اللي هي مدة قد ايه؟ احنا عاملينها هنا 10 دقايق. عايزها 5 دقايق ماشي، عايزها ربع ساعة ماشي. كل 10 دقايق هتلاقي الجهاز هنج معاك، هيهنج سنة معاك. هو بيعمل سيف هو مع نفسه، بس النسخة احتياطية لوحدها في فايل لوحده، غير اللي انت شغال عليه. تمام. فاحنا بقى عايزينها كل 10 دقايق سيف، ولا كل ربع ساعة، ولا كل نص ساعة، زي ما انت عايز. تمام. طيب، عدد الفايلات قد ايه؟ فاكر احنا قلنا كنترول زد كتير، ممكن كمان ما تجيبليش الخطوة اللي انا عايزها. فممكن وهو بعد ما يسيب بعد 10 دقايق، بعد 10 دقايق تلاقي انت شغال في اوضه، تمام، بعد ما خلصتها لقيت ان في اوضه اتمسحت خالص، اتمسحت من غير ما تعرف ليه. ده وارد جدا. تمام. فبقوم راجع في الباك اب بقى ده، اشوف اخر اوضه اتعملت امتى. تمام. فانا لو بيسيب لوحده كل 10 دقايق، قلت له اعمل لي 10 فايلات، يعني بقى قبل 100 دقيقه مش هلاقي تاني. فخليهم بقى 20 فايل مثلا، يبقى 200 دقيقه. 200 دقيقه مثلا بنتكلم في كام؟ في ساعتين او ساعتين ونص، حاجه كده. فهلاقي شغل الله ينور عليك. بس تاني بقى، برضو عشان نكون بنأكد المعلومة، كل ده ال 10 دقايق بيتهنج الجهاز كل 10 دقايق. مرة واحدة الجهاز وقف. ايه؟ دقيقة مثلا. ثواني، او على حسب حجم الفايل. حاجة تانية، لو عملت 20 باك اب، يعني 20 مرة الفايل ده هيتحط عليه بلوكات كتير، فهيتقل الجهاز، فهياخد مساحة كبيرة. يبقى هي معادلة مع بعض لازم تبقى انت فاهمها. تمام. شغال في مشروع صغير ملوش اي 30 لازمة، اوضه وهتاخد منك ساعه مثلا شغل كلها على بعضها. تمام. يبقى انا مثلا يسيب كل ربع ساعه، وكل اللي عايزه منه 5 فايلات باك اب وخلاص. ده حل. لا، شغال في مشروع ضخم جدا،
فمحتاج منه باك اب كتير، فابقى عارف ان انا هيتاكل السي بتاعي كله لغايه ما يخلص تمام. هو بيسيب مع نفسه بقى. مع نفسه في فايل هيقول لك عليه. تمام. طيب الحاجه الاخيره، بعد ما اخلص المشروع بتاعي وخلاص وسلمته وعندك الفايل بتاعك، اجري امسح كل الباك اب القديم لاي مشروع بعد ما تفنش. بعد ما تفنشه. ليه؟ لان دي مساحه كبيره على الفاضي. قشطه. يعني ادي مبدئيا دلوقتي خليها 10. انا 10 عاملها دقايق 10 و20. دقايق و20 باك اب. هنا هو كان عامل لك خمسه، خمسه وخمسه، براحتك وعلى حسب المشروع اللي انت شغال عليه. وبكده دي المقدمه. خلاص هنشوف كده. اه اوكي.